السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة من كورة كل يوم. محمد معروف حكما للقاء الأهلي والاتحاد. محمد الصباحي حكم ملاكي للقاء الزمالك وفيوتشر. من يكون حكم لقاء القمة القادمة يوم الخميس المقبل بين الأهلي والزمالك؟ تعصب أعمى داخل الإسماعيلية. لماذا لم يتحدث شيحة عن اعتذار مجلس إدارة الإسماعيلي للنادي الأهلي بسبب السباب الجماعي من جماهير الإسماعيلية الموجودين؟ لماذا يتم إيقاف جماهير النادي الأهلي إلى نهاية الموسم والأهلي متبقي له 7 مباريات، وجماهير النادي الإسماعيلي إلى مباراتين فقط المتبقيتان لنادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز؟ دي عناوين حلقتنا النهارده. أول كلامنا وخير الكلام، صلي على الحبيب قلبك كتير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة. اللهم ادخله فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم. اللهم بلغ آباءنا وأمهاتنا سلاما منا ورحمة منك. اللهم رد القدس إلى أهله. اليوم في 11:30 مساء يتقابل المنتخب الأولمبي مع نظيره المغربي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب. نتمنى الفوز للمنتخب المغربي. حمزة علاء وإنجاز تاريخي، 4 مباريات وشباك نظيفة. هل يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في إنجاز لم يحدث في أي بطولة حتى الآن؟ المنتخب المصري على موعد مع البطولة وكأس البطولة في إنجاز لم يكن متوقع من أقصى المتفائلين أن يصل المنتخب الأولمبي المصري إلى المباراة النهائية. كان أقصى التفاؤل الوصول إلى مباراة الدور قبل النهائي. المنتخب المصري عنده أمل كبير في الفوز وتحقيق الميدالية الذهبية الغائبة عن المنتخب المصري منذ فترة من الزمان. محمد معروف حكم لقاء الأهلي والاتحاد اليوم في الإسكندرية في استاد برج العرب. المباراة التي سوف تقام في 7 مساء اليوم. النادي الأهلي سوف يدخلها بتشكيل جديد. هل يستغني مارسيل كولر عن وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى ويدفع بعلي لطفي أو مصطفى شوبير؟ على ما أعتقد أن محمد الشناوي سوف يكون حارس المرمى في اللقاء. الباك اليمين سوف يكون خالد عبد الفتاح. قلبي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم على حساب محمد عبد المنعم الذي لديه إنذارين، وعلي معلول في الجانب الأيسر. وسط الملعب المدافع اليو ديانج ومروان عطية، ولدى كل لاعب منهم إنذارين ويخشوا من الحصول على الإنذار الثالث. أمامهم محمد مجدي قفشة، على يمينه حسين الشحات، وعلى شماله أحمد عبد القادر، ورأس حربة محمد شريف. النادي الأهلي عنده 7 لاعبين لديهم إنذارين في هذا اللقاء. 7 لاعبين هم محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني الباك الأيمن، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، ولاعبي الديفندر وسط الملعب اليو ديانج ومروان عطية، والمهاجم محمود عبد المنعم كهرباء الذي ممكن أن يتحصل على إنذار وهو جالس على الدكة عن طريق الحكم الرابع أو محمد معروف اللي معروف بزملكاويته، صاحب النطة الشهيرة في لقاء الزمالك في الموسم القادم واحتفاله بفوز الزمالك بالدوري الموسم المنصرم. محمد معروف الذي لم يتوانى ولا ثانية وصفر بمنتهى الجدية على شدة الفانيلا من لاعب المقاولين العرب محمد شوقي غريب لسيف الدين الجزيري في مباراة الزمالك السابقة أمام المقاولون. وهو سبحان الله نفس الحكم الذي كان يدير لقاء الزمالك وسيراميكا كيلوباترا وفانيلا لاعب سيراميكا كيلوباترا شادي حسين اللي طلعت من التيشيرت من هدومه خالص عن طريق الجذب الفانيلا من طارق حامد. ولكن محمد معروف لم يرى، لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. محمد معروف صاحب الصافرات السريعة في اتجاه مرمى منافسي الزمالك الخصوم. محمد معروف صاحب الصفارات السريعة في اتجاه مرمى النادي الأهلي أو ضد النادي الأهلي. ولا ننسى أن محمد معروف هو صاحب صافرة آخر لقاء فاز فيه الاتحاد السكندري على النادي الأهلي
في القاهرة برباعية مقابل 3 أهداف، وتم احتساب ضربة جزاء على النادي الأهلي، والأهلي متأخر بهدفين مقابل هدف. محمد معروف المعروف بانتمائيته البيضاء وتشجيعه لنادي الزمالك. مارسيل كولر الذي لا يؤمن بأي شيء، أن الشيء الوحيد الذي يؤمن به مارسيل كولر أن أي 11 لاعبا في النادي الأهلي في التشكيل يستطيعوا أن يقوموا بكل الأدوار الإيجابية في المباراة ويستطيعوا الفوز على أي فريق أيا كان. فمارسيل كولر ما بتفرقش معاه اللعيب اللي عنده انذارين، حتى لو خد انذار وتقف المباراة القادمة لا تفرق معه. ما ننساش أن في الدور الأولاني وليد عبد الرازق كان حكم لقاء الأهلي والمصري السابق للقاء الزمالك والأهلي، وأعطى إنذار لمحمود متولي صاحب الإنذارين وتغيب عن المباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. المباراة التي أحضرها الحكم فلاسكو اليوغوسلافي، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية كان فيها الهدف الأول من الفولت العالي كهرباء اللي حطه صح على رأي الجميع، ومحمد شريف الذي احتفل بالهدف ال50 وال51 في مرمى الزمالك، وسوف يحتفل بالهدف ال60 وال61 في مرمى الزمالك أيضا في المباراة القادمة إن شاء الله. على النقيض في الجهة الأخرى يحكم لقاء الزمالك محمد الصباحي الحكم الملاكي لنادي الزمالك، الذي احتسب هدفا في الموسم الماضي عقب تسديدة الزمالك للكرة التي اصطدمت بالعارضة ونطت داخل أرض الملعب بحوالي نص متر، واحتسبها حكم اللقاء محمد الصباحي هدف، والله زمان احتسبها هدف، ولكن الفار أعاد الحق إلى مستحقيه. محمد الصباحي الذي يعمل بجريدة الأهرام واللاعب في فريق الأهرام لكرة القدم الخماسية، والذي لنا معه جولات وصولات على المستوى التنافسي في كرة القدم، ونعلم ميوله الزملكاوية التي لولاها لما بقي في تحكيم كرة القدم حتى الآن. إذن تحكيم زملكاوي يسند محمد الصباحي، وكذلك يسند محمد معروف المعروف. مباراة القمة وأصبح عليها التنافس شديد بين 3 حكام، إبراهيم نور الدين وتشجيع على تحكيمه لمباراة القمة من وزير النقل كامل وزيري، وحكم آخر يريد تحكيم اللقاء، محمد عادل يريد تحكيم اللقاء، وأمين عمر أيضا يريد تحكيم اللقاء، لكن النسبة الكبرى سوف تكون تصب في مصلحة إبراهيم نور الدين المدير الإداري لفريق السكة الحديد، الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وكان يستغل نفوذه في التحكيم على وجود حكام يقومون بتحكيم أداء المباريات لفريق السكة الحديد الذي لم يستطع الوصول إلى دوري الدرجة الأولى الممتاز، وبقي كما هو في الدرجة الثانية، على أمل في الموسم الجديد أن يستطيع إبراهيم نور الدين أن يعدل الميلة، ويستطيع فريق السكة الحديد العودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. السكة الحديد أقدم نادي في الإنشاء، وهو أيضا النادي الذي كان يتواجد به اللاعب الأسطوري محمد بركات، الذي انتقل للإسماعيلي ومن الإسماعيلي إلى الدول العربية، والعودة من قطر إلى النادي الأهلي، وصنع مسيرة وتاريخ جديد مع النادي الأهلي في الكثير من البطولات لا يعترف بها إلا اللاعب الذي يتواجد في النادي الأهلي. الناس اللي بتتكلم وبتقول الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ يا محمد يا شيحة، يا علاء يا وحيد، يا يحيى يا كومي، يا أحمد عثمان، يا عثمان أحمد عثمان، يا أي رئيس مجلس إدارة إسماعيلاوي، يا كل لاعبي الإسماعيلي، يا كل جماهير النادي الإسماعيلي، يا كل المتواجدين على الساحة الكروية، على النادي الإسماعيلي أن يحصل على الموافقة لإقامة مباراة الأهلي في الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الأهلي في الإسماعيلية. هذا كله كذب وافتراء. حتى الآن لم يستطيع النادي الإسماعيلي الحصول على موافقة أمنية للعب مباراة النادي الأهلي في الإسماعيلية. النادي الأهلي حاصل على الموافقة في لعب مباراة الإسماعيلي في القاهرة، والنادي الأهلي هو المظلوم الوحيد من تلك المشكلة، لأن النادي الأهلي يقوم بلعب مباراته التي حصل على موافقات أمنية بلعبها في استاد القاهرة ملعبه، ويقوم اتحاد الكرة بتعديلها إلى أن تقام في ملعب الحرس في ملعب برج العرب بالإسكندرية ضد القواعد وضد كل الأعراف المتعارف بها. ولكن النادي الأهلي
يحكم العقل ولا يثير المشاكل ولا يثير الأمور، ويبقي الأمور في متنفسها الطبيعي المثار، ولا يثير أي أمور من الفتنة الطائفية التي يثيرها مثيري الشغب هزازي الرؤوس في قناة الزمالك، بداية من الدلدول والمنهزم ومحمد رجب وغيرهم الكثيرين من هزازي الرؤوس، عمرو الدرديري وما غيره كثيرا. النادي الأهلي حاصل على موافقة لإقامة مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي في القاهرة. الإسماعيلي لم يحصل على تلك الموافقة. اتحاد الكرة قرر أن تقام المباراتان في استاد برج العرب لتحقيق مبدأ العدالة، ولكن ما يوجد عدالة وأنت لم تستطع الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بك. محمد عبد الجليل طلع بيقول لبليغ أبو عابد بطلوا افترا وبطلوا كذب، احنا في 94 مروحين في سيارة مصفحة. هاتولي أي لقاء لأي فريق زمالك إسماعيلي مصري بيواجه النادي الأهلي في القاهرة وتم خروج جماهيره أو فريقه في السيارة المصفحة لهجوم جماهير النادي الأهلي عليهم. لم يحدث مطلقا أن حدث مثل هذا الأمر. النادي الأهلي يذهب إلى الإسماعيلية ويعود في السيارات المصفحة، يذهب إلى المصري ويعود الجثث من جماهير النادي الأهلي. هذا ما يفعله الإعلام الفتناوي مثير الشغب الذي يقوده خالد الغندور ومرتضى منصور والكثير من هزاز الرؤوس، وعلى رأسهم الآن الذي ظهر في الطريق محمد شيحة صاحب إقفاص المانجا اللي بيوديها للناس عشان خاطر يطلع له بسبوبة وتوكيل من أحد اللاعبين لرعايته والبحث له عن عقد خارجي. النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي يقرر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي إلى يوم 1 من سبتمبر على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق. مباريات السوبر الأفريقي السوبر ليج الأفريقي تقرر إقامتها ابتداء من 20 من أكتوبر وتنتهي في منتصف ديسمبر. 6 مباريات يبحثوا عن لقب جديد هو السوبر ليج الأفريقي، ومن يستطيع الفوز به يحصل على 11 مليون من الدولارات تنعش بها الخزينة، والنادي الأهلي يحلم بالحصول على تلك الجائزة. النادي الأهلي في صفقاته الجديدة تقريبا الاتفاقات النهائية تمت مع محمد رضا بوبو، وكذلك الاتفاق مع محمد شكري، وكذلك الاتفاق مع إمام عاشور. يتبقى فقط النادي الأهلي يطلب إعارة اللاعب بمقابل 500 ألف دولار في الموسم الأول، وبعد ذلك بغرض البيع مقابل 1.5 مليون و500 ألف دولار أخرى، أي تصل الصفقة إلى 2 مليون دولار. لكن ميتلاند الدنماركي يطالب بالحصول على 3.5 مليون دولار لأنه باع اللاعب ب3 مليون دولار. محمود عبد المنعم كهربا وأزمة سداد المستحقات. النادي الأهلي أعطى محمود عبد المنعم كهربا 55 مليون جنيه، قيمة أكثر من تلتين الغرامة الموقعة عليه. محمود عبد المنعم كهربا في طريقه إلى سداد الغرامة أو المماطلة في التسديد، وهذا ما يجعل هناك صداع في رأس كهربا أو في رأس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يريد أن تنتهي هذه الأزمة على خير، وإلا فالحل هو بيع محمود عبد المنعم كهربا أو إعارته الموسم المقبل. هذا ما سوف نعرفه خلال الأيام القليلة القادمة. النادي الأهلي في طريقه إلى إنهاء صفقتي في المغرب. بيرسيتاو يخبر إدارة النادي الأهلي أنه لو أتى إليه عرض أجنبي أوروبي من الخارج، وغالبا بيرنلي الإنجليزي سوف يرسل عرض لبيرسيتاو والذي لن يقل عن 3 أو 4 مليون دولار للنادي الأهلي، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى ونسبة من إعادة الرسيل للبيع لبيرسيتاو، ووجود رضا سليم على رادار النادي الأهلي للحصول على توقيعه للتواجد في منتصف ملعب النادي الأهلي. النادي الأهلي 90% صفقته مع المهاجم الأفريقي قد انتهت، وسوف يكون موجود ابتداء من النصف الثاني من شهر أغسطس للتواجد مع معسكر النادي الأهلي الذي سوف يقام للاستعداد لبداية الموسم الجديد. إذا استطاع النادي الأهلي الفوز في لقاء الاتحاد ولقاء الزمالك سوف يعطي بعض اللاعبين راحة سلبية، والعودة ابتداء من أول شهر أغسطس للمنافسات، والعودة في آخر أسبوع من شهر يوليو للاستعداد لمباريات كأس مصر، ابتداء المباريات الداخلية المقامة يوم 30 من يوليو، وكذلك المباراة الأخرى التي سوف تقام يوم 4 أغسطس
أمام المصري، والمباراة قبل النهائي التي سوف تقام في 8 من أغسطس، ومباراة النهائية التي سوف تقام في 15 من أغسطس. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. ما تنسوناش من الشير واللايك والسبسكرايب، واكتبوا لنا في كومنتات رأيكم ايه في المحتوى اللي احنا بنقدمه. وان شاء الله استنونا يوم الخميس اللي جاي، وبث مباشر من ارض ملعب استاد القاهرة لمباراة الاهلي والزمالك، ولقاءات حصرية مع الجماهير والصحفيين والاعلاميين وبعض من اللاعبين. خلصت حلقتنا، ما خلصتش اخبارنا. دمتم في حفظ الله وامانه ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.